بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إحنا على أعتاب رمضان أياما معدودات، ربما 5 أيام وندخل في رمضان. في رمضان ليلة اسمها ليلة القدر، يقدر الله فيها مقادير جديدة لك ولجميع الخلق. هل الموضوع أن يقدرني قد اعتقت من النار وانتهى الموضوع، يعني كله للآخرة؟ لا والله لقد قدر الله لي في سنة 2015 أن أخرجني من التيه ومن الديون ومن الهم ومن الكرب الذي جريته يمكن أكثر من 40 سنة، بأن شمرت بكله. فالموضوع دنيا وآخرة، دنيا تسعد فيها، دنيا يرزقك الله فيها، دنيا تعرف الله فيها. نعم، دنيا يرزقك وتعرف الله فيها ويكون عندك ثقة في الله وفي دين الله، وآخرة عرضها جنة عرضها السماوات والأرض. إن كتبك الله من السعداء في ليلة القدر سيغنيك في الدنيا ويغير أحوالك وأرزاقك ويكتبك من السعداء، وفي الآخرة عتق من النار. بتعرف شو معنى هذا الكلام؟ سؤال: إذا الله كتب إنك أنت معتوق من النار، بغير بعدين؟ بغير ولا سيسوق لك الخير حتى تبقى في معية الله حتى تلقى الله وأنت من أهل الجنة وبالدنيا من أهل السعادة؟ في الدنيا يا عمي أبوس إيديك إنك تعطي رمضان حقه. أنت في الماضي ما كنتش تقطف ثمار دعوات وقيام وختمات. أنا ما بقول لك لا تختم، لكن بقول لك أخلاقك وذنوبك فوق الختمات وفوق قيام الليل. هذا الذي يريد الله منك، بده إياك إنسان، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكل الذنوب تنم عن سوء خلق، وأول سوء الخلق هو مع الله. أول سوء خلق هو مع الله، إنك تتجرأ على الله. طيب شو العمل؟ طيب كيف أعمل عشان أخلص؟ تقدر تنتهي عن الغيبة والنميمة. والله هي أكبر مسبب لقلة الأرزاق. الغيبة، نعم، تتكلم عن فلان وفلان وفلان وفلان. سكر ثمك، نصيحة لوجه الله، اقطب ثمك، اشغل نفسك في الاستغفار. ثم انت بتعرفش انا بال2015 لزمت الاستغفار ب30,000، ليس من باب التحديد، والله ما كنت اعرف هذا الموضوع انه في تحديد، اقسم بالله والله الذي لا اله الا ما كنت اعرف هذول اللي بيقولوا لك حدد اوراد وحدد اذكار، ما كنتش عارفين. فسمعت قصة وطبقتها، لكن ماذا كان بعد ليلة القدر؟ كان عجب كان بعد ليلة القدر. نعم، فكان ما كان بعد ليلة القدر. والله تغيرت أقداري. كمان أنا كنت مثلكم، أجتهد بالخدمات، أجتهد بالصيام، بحاول قدر المستطاع إني أنا أتقرب إلى الله وأغير حالي وأقوم ليلة القدر وهكذا. لكن عندما شمرت بال2015، طبعا أنا لازلت مستمر، الحمد لله رب العالمين. نحن في خير عظيم بفضل الله، مش الموضوع فقط 2015، الخير ما شاء الله تبارك الله من كل باب. فأنا إذا بتكلم عن نفسي، بتكلم عن حقيقة أعيشها، بتكلم من حقيقة إن الله قد كفاني كل ما أريد والحمد لله رب العالمين. فعشان هيك بدي إياك تفهم الموضوع ليس إنك تقوم الليل كل الليل في رمضان، ونعم قوموا، وليس الموضوع إنك تختم 10 ختمات، نعم اختم، لكن خلقك ذنوبك بدك تنتهي. انت ليس يعني أعز على الله من يوسف الذي أذنب ذنب فلبث في السجن 10 سنين، ويونس عليه السلام، هاي أنبياء، أذنب ذنب بأن ترك قومه فالتقمه الحوت، وآدم عليه السلام أذنب ذنب فأكرم الشجرة فأهبطه الله من الجنة، والثلاثة الذين تخلفوا عن معركة تابوك
قاطعهم المسلمين، قاطعهم كل الناس حتى ضاقت بهم الأرض بما رحبت بذنب. كم من مقاطعة أنت تقاطع، كم كم مرة بتدير ظهرك لله أنت بأوامر الله ونواهيه. فالموضوع ادخل على الله في رمضان تهرك للذنوب، حاول أن تترك كل شيء، لازم للاستغفار. انت عليك جبال من الذنوب، لا تمحى هذه الجبال إلا كثرة الاستغفار. بدك نصيحة من أخي يحبك في الله، بدك نصيحة، استغفارك أهم من خدماتك. واختم، استغفارك ولزومك للاستغفار في هذا رمضان أهم بكثير كثير كثير من خدماتك. أنت ختمت بالماضي كثير، وقمت الليل كثير، وصليت كثير. طبعا أنا رايح إن شاء الله أختم إن شاء الله وأقوم الليل مش ب30 ب60 وب70 ركعة بإذن الله تعالى، وأقرأ سورة البقرة يوميا، وأقرأ ما تيسر من القرآن، وألزم الاستغفار أقل القليل ب12,000. فأنا مش بقول لك، أنا بفهمك الموضوع. أنت بتركض وبتتقدم إلى الأمام، إنك أنت بدك تقرأ كثير ختمات. مقبول ختماتك، مقبول قيامك، وأنت سيء الخلق. شو سيء الخلق؟ بتحكي علي أنت، وبتحكي على فلان، بتحكي غيبي. لا، هذا مجالس فاكهة المجالس الكلام على فلان وفلان، على هذا أقل القليل، وهذا ينم على عدم الإيمان. ليش؟ لأن لما أنت بتحكي علي أنت بتحبنيش، والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لن تدخلوا الجنة، لن تدخل الجنة، بتصلي وبتصوم وبتقوم وبتختم، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. مش تحفظ 7000 كتاب، تحفظ كل أركان الإيمان وانت بتطبقش ولا إشي منها، فقط تقرأ قرآن وتصوم وتصلي وانت مخرب الدنيا حواليك. إنسان لئيم، إنسان حقود حسود، بتفكر بحالك إن الدنيا خلقت لك ويموت الباقي. الله ناظر، الله يراك، الله يراك في كل مكان. لك يا أخي اسمع هذا الكلام وفكر شوي. لو أنت رايح على المدرسة ورايح تسأل عن ابنك في الصف، وأنت واقف خارج الصف، وابنك في غرفة الصف في الداخل، والأولاد عمالين يلعبوا مع بعض، وابنك مبلش سب وشتم وكلام سيء وسوء خلق وكلامه كله كيف بيقولوها من أقرف ما يكون. انت عمال تسمع ابنك عمال يقول، بتصير تقول هذا ابني، هذا ابني بيتكلم هيك وانا شايفه الملاك الذي هذا انت. هذا حالك انت مع الله، الله شايفك في كل احوالك. عامل حالك بتقرأ القرآن، وعامل حالك بتوقف بالصف الأول، نعم وقف بالصف الأول، نعم اقرأ القرآن، نعم، لكن اترك ذنوبك، خليك على حسن الخلق. يا رسول الله إنها تقوم الليل، إنها تصوم النهار، يعني نصوم النهار ونقوم الليل وتقوم الليل، لكنها تؤذي جيرانها في لسانها، قال لا خير فيها فهي في النار. اعلم يقينا إذا أنا مش موجود وتكلمت علي، الله سمعك، الله سمعك والملائكة سجلت. فما تفكر إن إذا أنا مش سامعك معناها الله مش سامعك ولم تسجل عليك. فخلينا نعرف نصوم رمضان الذي فيه تنقلب الموازين، فيه بتعيش مؤمن مسلم غني غني غني، يعني مال فيه يقدر لك مال كثير، فيه يقدر لك إبطال أسحار، يقدر لك فيه إبطال هموم، يقدر لك فيه إبطال تسلط العدو والشياطين والقريب والغريب، ويمكن لك ويغير أحوالك بأن تكون كلمتك هي العليا، وأن كلامك مسموع، وأنك محبوب، وأنك من خير الناس. نعم، الاستغفار ممحاة للذنوب، الاستغفار فيه عطاء لا غير موجود في كل العبادات. فيه آية وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الزم الاستغفار. نعم، حقق الاستغفار بعشرات الآلاف. نحن في زمن كل مهانة، كل ذل، كل هوان، ذنوب لا تنتهي. وبعد ذلك ما فتح الله عليك بالختمات اختم، لكن اجعل صلاتك في وقتها كما يحبها الله ويرضى، ولا تكن من الذين يعني يؤدون حركات الصلاة فتراهم يعني يخوضون في الحرام بعد الصلاة.
إن كان إباحيات، إن كان ربا، إن كان غناء، إن كان طرب، إن كان مسلسلات، سمي ما تشاء. أنا بدي أنصحك إنك تأخذ محمل الجد الاستغفار، ولا تظن إنه يعني شيء لا يؤبه به. لا، الختمات أفضل. الختمات ستقبل بعد ما تغفر ذنوبك، بعد ما تخرج من دائرة حديث المفلس الذي صلى وصام وحج وزكى وعمل من الخير الكثير، لكنه سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا سيكبه الله في النار، ونحن أغلب المسلمين في هذا الحال. فأي ختمات ستقبل؟ ميته. أنا بقول لك اختم، لأنه في ناس هناك تتصيد بالماء العكر وتفكر إني بقول لك لا تقرأ القرآن، لا تقولني ما لم أقل. أبقول لك إنك اترك ذنوبك والزم الاستغفار عليها عشان الله يغير لك في ليلة القدر. ثم اختم ما فتح الله عليك. أهم من الختمات أخلاقك، أهم من الختمات. لو ختمت ختمة واحدة وحسنت أخلاقك وتركت ذنوبك أنت السعيد. ولو لو ختمت 20 ختمة وبقيت في أخلاقك السيئة أنت التعيس الذي سنعزيك بعد رمضان. تفهم هذا الكلام؟ تفهم يا أختي المتدينة أو اللابسة على راسك إنك أنت نموذج. فإذا لم تكوني مرآة لدين الله، يعني بأخلاقك بمعاملاتك، شايفك مش شايفينك من وراء الستار، الله شايف كل شيء. إذا لم تكوني على الخلق الحسن والآداب وكمال الأخلاق، مسكيني أنت مع كل ختماتك، مع كل قيامك في الليل، إلا بده ينجح، بده يشمر ويتعامل إن الله معه، جالس معه بجنبك، مش فقط يراك. كيف تتعامل مع معلمك لما بيكون بالشغل وهو جالس في جنبك، وبتصير انت ترتب وتظبط الامور على الاخر. حتى عشان اعطيك مثال، لما بتفوت على المسجد على المرحاض اجلكم الله، نظف المرحاض لان الله يراك شو بتعمل هناك كمان. مش اذا الناس مش شايفتك في بتعمل شو بدك. نظف خلفك، خليك نظيف، خليه يفوت اللي وراك، اللي يفوت وراك يفوت. والله هذول مسلمين عن جد، والله هذول جماعة ما شاء الله نظيفين. مش هذا مسلم بصلي قايم الليل كل الليل معفن وموسخ الحمامات أجلكم الله، في المسجد وفي البيت وفي المتنزه وفي الأسواق. الله يراك. إياك أن تظن إنه في إشي بفوت على الله. إياك، بدك تتغير تفكيرك، فاشتغل على أخلاقك ومعاملاتك. ابدأ غير، اترك الذنوب، ابدأ اترك الغيبة، اترك المسلسلات، اشغل نفسك بالاستغفار الذي أنت فيه. سيغنيك الله ويغير أقدارك فيه الله ويفرحك الله ويعرفك به جل جلاله، وتشعر في معية الله بهذا الاستغفار. فقط رددها واترك ذنوبك وشوف الأثر. ولما بتصير تختم القرآن بعد ذلك سترى أثر ما قال رسول الله. إحنا لازم نتفقد أحاديث رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة قال فليكثر من الاستغفار. ما قال بيكثر من الختمات، قال فليكثر من الاستغفار، ما بنقلل من الختمات. لكن الموضوع مش جمع حسنات، الموضوع مش جمع حسنات. لو كان الموضوع جمع حسنات ما كان إحنا بحاجة إلى كل هذه الأوراد. الأوراد هذه لغات تتعرف فيها على الله، فتثبت أنت على دين الله فيها. فإذا وجدت ما قال رسول الله في حديث أبي بن كعب مع الصلاة على رسول الله، هذا بيزيدك إيمانا وثقة في الله. إذا وجدت ما قال رسول الله عن الاستغفار، إذا يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرج ويرزقك من حيث لا تحتسب، هذا يثبتك على دين الله. فإذا وجدت في سورة البقرة إن اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسر ولا تستطيع البطلة، هذا يزيد عزيمتك إنه هذا القرآن حق وأن رسول الله حق وما قال رسول الله هو حق، فيثبتك على الدين ويثبتك على إن وعود الله التي وعدها إن كانت في الدنيا أو في الآخرة هي حق. مفهوم؟ هذه الأوراد هي وكأنها خارطة الطريق، بقول لك تمرق في هذه الطريق أو تمر في هذه الطريق ستجد كذا وكذا وكذا. فإذا كان الحديث على سبيل المثال في الحوقلة، ثم حوقلت على سبيل المثال كما قال رسول الله،
تتفقد الحديث عشان تعيشوا، عشان تطبقوا كلام النسخ واللصق الذي عيشونا إياه مشايخنا في هذا الزمان 100 سنة التي مضت. كل نسخ ولصق، قال وقلنا ولم يطبقوا شيء. بدنا نغير نقلب ونصير نطبق الأحاديث عشان نعرف الله فيها، عشان ما حدا يجي يلعب بروسنا، عشان يثبت ديننا، عشان تثبت كما ثبت الصحابة ثبتوا لأنهم رأوا من آيات ربهم، رأوا رسول الله يسبح الحصى بين يديه، وسمعوا الحصى يسبح بين يديه، ورأوا الماء يتدفق من بين يديه، رأوا كثيرا من الآيات صحابة رسول الله، فثبتوا على الدين. وانت الله سيريك في هذه الأحاديث إذا طبقتها، مش إذا نسختها ولصقتها وجيت تشرح لنا إياها كما بيشرحوها المشايخ، يشرحوا ويشرحوا ويشرحوا، أصلا لم يعيشوا هذه الأحاديث، لم يطبقوها حتى لو كانوا حفظ لكتاب الله، ما عاشوا مع سورة البقرة يوميا حتى تجلى لهم حديث رسول الله اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة. ما معنى البركة؟ أنت مما وجدت مش مما تقرأ وتفسر. هذا هو الدين. ضاع الدين لأنه في ناس تنسخ وتلصق، وكل يوم بيجينا واحد يتكلم بما يظن. ولا الاستغفار مش استغفر الله، الاستغفار رب اغفر لي وتب علي، لا قول سيد الاستغفار، لا كل واحد كل يوم بيجينا واحد من هذول أصحاب المنابر ويقول لنا لا. على رسلك أخي الكريم، هل عشت؟ هل طبقت؟ هل وجدت ما قال رسول الله؟ إذا وجدت تعال علمنا. أما إنك تظن إنه هكذا لازم تكون، فأنت غلطان وأنت مضلل وإن كان قصدك شريف. فعشان نفهم إنه إحنا الموضوع عنا كثير من الظن يقال، كثير من الظن يظن إنه ختم القرآن أفضل من الاستغفار ظنا، والحقيقة إنه الاستغفار أولى الأولويات. لو لم تخطئوا لاستبدل الله قوما غيركم. إذا في استبدال، فيخطئوا فيستغفروا فيغفر الله لهم. وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال الله جل جلاله وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. الموضوع إذا أنا بدي أذنب بالليل والنهار عشان أفهمك ولا أستغفر فأنا من حطب جهنم. أنا لا أقلل من قراءة القرآن ولا أقلل من الأذكار، لكن رتب أولوياتك أن تكون المسلم الذي يفرح بك الله ويباهي فيك الأمم أو الخلق. هذا عبدي حسن الخلق، يعني يمثل ديني وكأنك سفير لله، مرآة لدين الله، من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. سيكتبك الله في ليلة القدر من السعداء في الدنيا ومن الناجين والعتقاء في الآخرة. وصلت إنك أنت تشتغل على ترك الذنوب مجتهدا، وإذا ساببك أحد أو شاتمك أحد أو خاصمك أحد فقل اللهم إني صائم. الاستغفار يا جماعة سيبعد عنك الناس السيئة، ويبعد عنك المواقف الحرجة، ويبعد عنك انك انت تحتاج ان تكذب، ويبعد عنك انك تحتاج ان تغتاب، ويبعد عنك انك انت تحتاج ان تقترض، ويبعد عنك ان تحتاج انك انت يعني تدلس أو تغش. الاستغفار يبعد عنك كل شر ويقرب لك أرزاقك والخيرات، ويأتي بالناس الطيبين والمجالس الطيبة والأمور الطيبة، لكن حقق اللزوم بكثرة الاستغفار. لا تتهاون بالاستغفار، لا تضيع ليلة القدر بظن منك مر عليك سنين وأنت تصوم نفس الطريقة، كنت تختم قرآن ومستمر في المسلسلات والغيبة والتدخين والشيشة والأرجيلة. لا يرضي الله هذا الأمر. أنت مش بدك ترضيني، أنت مش بدك ترضي المجتمع، أنت بدك تغير واقعك. توب إلى الله. والاستغفار سيرخرخ لك الأمور حتى تترك كل الحرام وحدي. بعد أن تلزم الاستغفار وتحقق لزومه، اختم كما تشاء، قم الليل كما تشاء، اقرأ ما تشاء من القرآن، تصدق، اعمل الخير الكثير، لكن إياك أن تبقى في سوء خلقك. الله يشوف، شايفك.
انت بس ردد الكلمة، انت بتعرفهاش للاستغفار، انت ما بتعرفوش، انت مستعجل، انت مكروب عشان هيك. لكن انت لو انك انت بتستغفر ويمر عليك رمضان تلو رمضان تلو رمضان، والله لا ترى العجب من فضل الله عليك. اقرأ يا اخي الايات التي تتكلم عن الاستغفار، واقرأ احاديث رسول الله التي تتكلم عن الاستغفار. سيجعل الله لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقك من حيث لا تحتسب. شوف كيف هذا من حيث لا تحتسب، هي بيت القصيد بأن حديث رسول الله هو صحيح. كلنا الله رزقنا من حيث لا نحتسب، من أبواب لا تعرفها. والله قد قضى عني ديون كثيرة، وابطل عني أسحار كثيرة، وغير واقعي، والحمد لله رب العالمين. وأنا أقرأ القرآن، وأنا ملازم لسورة البقرة، وملازم للاستغفار، وبعث دروس، وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وما فرطنا في الدين من شيء، ونصوم كما يصوم المسلم الذي كما يريد الله جل جلاله، وما بدلنا ولا غيرنا، ونحن على الدين كما أمرنا الله بإذن الله تعالى. لكن المنظرون الذين لا يريدوا أن لا يستغفروا ولا يقرأوا سورة البقرة ولا يفعلوا شيء، يقول لك لم يثبت. يا إما إنك تبقى فقير ذليل مهزوم مع هذه الأمة المهزومة، يا إما إنك تلزم الاستغفار والتوبة وترك الذنوب. إن أحدكم ليحرم الرزق بذنب، مش 1000 ذنب، بذنب يصيبه. وإن أحدكم لا يتكلم الكلمة لا يلقي لها بال، مش منتبه لها، تهوي به في جهنم من سخط الله. فانتبه وابدأ بالاستغفار الذي عندما تدعو يصطدم دعاءك بذنوبك فيرجع إليك خائبا صفر. لكن عندما تبدأ بالاستغفار يبدأ هذا الاستغفار ينسف هذا الجدار من الذنوب، ينسف هذا الساتر من الذنوب، فتبدأ الاستجابة واحدة تلو الأخرى. شد حالك وأكثر، فإما تسمعنا وإما تسمعهم المنظرون الذين الأمة في ذيل الأمم، الأمة في ذيل الأمم. وكان ابن تيمية إذا أشكلت عليه المسألة يستغفر الله 1000 مرة أو أكثر أو يزيد، هاي غنويتهن، ولكن كان يستغفر الله بالآلاف حتى يفتح الله عليه. لكن لماذا لم يستغفر الله 1000 مرة حتى يروا ويعلموا لماذا الأمة في ذيل الأمم؟ فاعرف إنهم فقط ينسخوا ويلسخوا، وأنت بدياتك تعيش وتطبق الأحاديث والآيات، وسترى عجبا من فضل الله عليك. سترى عجب. دير بالك من الشرك الخفي، أن تنسب فضل الله عليك فيحبط رمضان عنك. أن تقول أنا قمت وأنا صمت وأنا هذا. وليس عيب إني أذكر الناس بأني أستغفر 20,000 أو 10,000 أو أقرأ ختمي أو 5 ختمات، من باب النصح، من باب إني أريد لك الخير. وهناك الذين يثبطون الناس، لا تقول، لا تبين، اسحك تبين، هؤلاء لا تسمع لهم. السلام عليكم. إذا أنا نيتي سليمي إني أنا أبين عشان أنصحك، فنيتي سليم، وإن كان الباب هو باب رياء، فالمرائي قد يكون المؤذن، وقد يكون القارئ للقرآن، وقد يكون الخطيب، وقد يكون المتصدق. لكن إذا كانت نيتي أن أعلمك وأتصدق أمام الجميع، أن تشوفوا أنتم بتتصدقوا ب100 أنا بتصدق ب10,000 عشان أحثك، والله يعلم إن نيتي عشان أحثك وليس للرياء. فالرياء مرض. بارك الله فيكم. الزموا الاستغفار، استعرفوا الله من خلال الاستغفار بآيات حسية ملموسة، يتغير واقعكم. الله يفتح عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.